في تطور المفاجئ، قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، شهد معسكر الفريق الأبيض حالة من الارتباك بعد غياب الثنائي المحترف الأنجولي شيكوبانزا والبرازيلي خوان ألفينا عن معسكر الفريق دون إذن مسبق. وأكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن اللاعبين لم يتواجدا في المران الختامي مساء أمس، كما تغيبا عن فندق إقامة الفريق صباح اليوم، ما أثار الشكوك داخل الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الذي طالب فوراً بفتح تحقيق داخلي للوقوف على ملابسات الواقعة. وبحسب ما تم تداوله داخل النادي، فإن إدارة الزمالك حاولت التواصل مع اللاعبين هاتفياً دون جدوى، حيث تبين أن هاتفيهما مغلقان منذ منتصف الليلة الماضية، ما زاد من التكهنات حول إمكانية مغادرتهما البلاد أو اتخاذ قرار أحادي بالرحيل، خاصة مع وجود شكاوى سابقة من الطرفين تتعلق بتأخر المستحقات المالية. وكان من المتوقع أن يكون شيكوبانزا أحد الأوراق الهجومية الأساسية في القمة، إلى جانب ألفينا الذي شارك مؤخراً بشكل منتظم في وسط الملعب، ما يجعل غيابهما ضربة قوية للفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الأهلي في قمة الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز. ولم تصدر إدارة الزمالك حتى الآن بياناً رسمياً لتوضيح الموقف، في حين تشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة القانونية بدأت في اتخاذ خطوات رسمية لرفع شكوى ضد اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حال ثبوت الهروب دون إخطار أو إنهاء قانوني للعقد. من جانبه، رفض المدير الفني للزمالك التعليق على الواقعة خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمباراة، مكتفياً بالقول: الزمالك بمن حضر، ونحن نجهز اللاعبين المتاحين بكل قوة لهذه القمة. ومن المنتظر أن تصدر إدارة الزمالك بياناً رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة لتوضيح تفاصيل ما جرى، وسط حالة من الغضب الجماهيري على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما اعتبروه تصرفاً غير احترافي من اللاعبين في توقيت حساس للفريق. النادي الأهلي يواصل سعيه لتعزيز صفوفه بصفقات قوية ومميزة، وهدفه هذه المرة لاعب دولي من أصول مصرية لكن بجواز سفر لطفي، عن سبرايل ماكريكيز، الظهير الأيمن لنادي فرانك فاروزي المجري، والبالغ من العمر 25 عاماً. ماكريكيز لاعب متعدد المهام، يمكنه اللعب كظهير أيمن وكلاعب وسط ارتكاز، بل وحتى كجناح أيمن. ولد في مدينة آخن الألمانية عام 2000، وبدأ مشواره في فرق الشباب بنادي باير ليفركوزن، وفاز معهم بالدوري الألماني تحت 17 سنة، ثم لعب مع الفريق الثاني لبروسيا دورتموند، وانتقل بعدها إلى فيكتوريا برلين قبل أن يستقر في الدوري المجري. أرقامه مع فريقه الحالي مذهلة، شارك في 107 مباريات، سجل 3 أهداف وصنع 9، وفاز بالدوري المجري مرتين. ماكريكيز يعد من أكثر اللاعبين تنوعاً من حيث الجنسية: لاتفيا من والدته، تركيا من والده، ألمانيا بلد المولد، مصر والمغرب من جذور جده وجدته. وعلى المستوى الدولي، مثل منتخب لاتفيا للشباب تحت 19 سنة، ولعب معهم 7 مباريات، سجل خلالها هدفاً واحداً. تبلغ قيمته السوقية حالياً حوالي 1,200,000 يورو، وتراه إدارة الأهلي هدفاً رئيسياً في الصيف. فهل نرى سبرايل بقميص الأهلي قريباً؟ وهل يكون خير دعم للجبهة اليمنى في الموسم الجديد؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. هل ترحبون بهذه الصفقة؟